بيقولوا ان الكتاب ده مش انت اللي بتقراه، هو اللي بيقراك. ولو عينك وقعت على حرف واحد منه غلط، مش انت اللي هتقفل الكتاب، كياناته هي اللي هتقفل حياتك. شمس المعارف ما كانش مجرد حبر على ورق، ده كان بوابة. البني لما كتبه ما كانش بيكتب كلام عادي، ده كان بيحط دستور للتعامل مع كيانات ما وراء الطبيعة اللي ساكنة في الضلمة. الحكاية مش في الكلام، الحكاية في الرموز. كل دايرة وكل مربع في الكتاب ده عبارة عن سجن الكيان معين، وأي غلطة في النطق معناها إنك فتحت باب السجن ده على نفسك. ناس كتير جربوا يفتحوه بدافع الفضول، بس الفضول في عالم السراديب تمنه غالي. فيه اللي حكى إنه شاف خيالات كانت بتتحرك في سقف الأوضة، وفيه اللي اختفى ومحدش عارف له طريق. الكتاب ده اتحرق واتمنع يجي 100 مرة، بس هو لسه موجود، بيستنى الشخص الغلط في الوقت الغلط. النهاية مع شمس المعارف ما فيهاش رجوع، فيها بس اختفاء أبدي للنور. ولو لقيت نسخة من الكتاب ده قدامك، هتفتحه وتجرب حظك؟ فكر كويس، لأنهم خلاص عرفوا إنك بتسمعني دلوقتي.